يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، دي قناة يوميات جيجي وانا جيجي. طبعا انتوا فاكرين الفيديو بتاع الكوارع، فيديو ما يتنسيش طبعا. الفيديو اللي انا كنت جايبة فيه كوارع من عند الجزار. انا ممكن احكي لكم القصة كده سريعا. انا كنت طالبة من الجزار يجيب لي فرد الكوارع. قلت له عايزة، انا طبعا طلبتها دليفري يعني ما روحتش هناك وجبتها. اتصلت بيه الصبح وقلت له انا عايزه كوارع ويكون اللي هي اللي قدام ويكون بقري. قال لي خلاص من عينيا، والمهم انا وصيته ان هو ينقي لي فرده كوارع كويسه. قال لي حاضر، يعني بالظبط نص ساعه كده وبعتي لي الدليفري ياخدها. اتصلت بالدليفري قلت له روح هناك في فردة كوارع عند الجزار، وقلت له الاسم طبعا والعنوان. هاتها لي وتعالى بسرعه. المهم قعد نص ساعة كده وراح جاب فردة الكوارع، فأنا طبعا ما بقدرش أنزل أجيبها يعني. فنزلت السبت عشان يحط لي فيه الكوارع، فلقيت السبت مش طبيعي. مالي يروح شمال ويميل كده وتقيل. فبطلع الكيس، لقيت فيه الكوارع الرجل زي ما انتوا شفتوها في الفيديو كده سليمة. وبعتها لي بالضفر بتاعها، الشعر اللي هو فيها ده متشال بس، وفي كمان في حتت فيها شعر يعني ما كانتش نضيفة قوي. المهم ايه، وفيها الضافر. فانا بصيت اتصدمت، قلت ايه ده، في ايه؟ هو ازاي الجزار يبعت لي الكوارع بالشكل ده؟ قلت اكيد في غلطه. اتصلت بيه فبقول له يا ابني انت بعت لي، فكرته طبعا بالقصه. قلت له يا ابني انت بعت لي فرد الكوارع سليمه وفيها شعر وفيها الضفر بتاعها. هو انت بعتها غلط ولا كنت مديها للدليفري وديها عند حد ينظفها ويجيبها لي؟ قال لي لا يا مدام، انا بعتها لك مظبوطه ما فيهاش حاجه. دي الكوارع زي الفل، انا بعت لك واحده ملهاش حل يعني. قلت له ملهاش حل في ايه يعني؟ هي فعلا هي الشكل ده ملهوش حل. قلت له دي انا هعمل فيها ايه؟ قال لي يا مدام ما انت ما قلتليش اعمل فيها حاجه. قلت له ما قلتلكش اعمل فيها حاجه؟ هو انت محتاج ان انا اقول لك اعمل حاجه في الكوارع دي؟ دي محتاجه، المفروض انت بتكسرها وبتشيل الشعر منها وبتشيل الضفر منها. قال لي لا، ما انت ما قلتليش، المفروض كنت تنبهيني. قلت له هو انا هنبهك على شغلك؟ ده شغلك انت عايش فيه بقالك سنين، تجيب لي الكوارع سليمه؟ طب نفترض يا سيدي ان انا عندي هوايه وعندي عده الجزار. طب انا هنضفها، هعرف اكسرها؟ هعرف اشيل الضافر؟ طب عرفت اشيل الضافر، طب انا عمري مستحيل اعرف اكسرها. قال لي خلاص يا مدام، هي انا بعتها بقى كده وخلاص. قلت له يعني ايه بعتها كده وخلاص؟ قلت له انا هعمل فيها ايه دي؟ لو هسويها هحطها في حلة الضغط ازاي؟ هسوي النص كده واسيب الغطا متشال وبعدين اقلبها على الناحية التانية؟ قلت له يا ابني اتكلم كده كلام صح. قال لي لا والله انتي ما قلتليش، والمفروض اللي بيتصل بيقول طلباته. انا اللي بيتصل بيا يقول لي انا عايز بفتيك بقطع له بفتيك، عايز سجق بعمل له سجق، عايز لحمه من السن، عايز لحمه مش عارفه من ايه. انا بظبط له طلبه. انتي ما طلبتيش حاجه. قلت له ما هي دي مش محتاجه طلب. ما ينفعش ان انا اطلب منك اقول لك شيل الضافر بتاع الرجل، ده طبيعي انك لازم تشيله. ما ينفعش ان انا اقول لك شيل الشعر منها، دي حاجات بديهيه يعني المفروض انت، دي شغلتك انت تبقى فاهم فيها كويس. قال لي والله يا مدام انا ما اعرفش بقى هو ده اللي حصل ومش هو ده. قلت له لا، بقول لك ايه، انا مش هينفع الكلام معاك في التليفون. بصوا انا عايزه اوريكم، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر ده بقى. انا هقول لكم ايه اللي حصل يعني. هو دي كده ما جاتش كده بالساهل، دي جت بعد عناء يعني. المهم دي الكوارع اللي احنا هنشتغل بيها النهارده، وحبيت اوريها لكم علشان ايه تشوفوا الفرق ما بين دي وما بين الكوارع اللي كانت جايه لي التانية. المهم لبست وركبت التاكسي ورحت عشان ايه اشوف موضوع الكوارع ده. رحت هناك وصلت. فين اللي هو الولد اللي هو انا كلمته وكنت طالبه منه الكوارع؟ فقال لي ايوه يا مدام. عرفته طبعا بنفسي وقلت له انا فلانه اللي تسال لي. فاكر طبعا. قلت له طب يا حبيبي دلوقتي انت الكوارع انا طلبت منك واحد اتنين تلاته، طلبت منك فرد الكوارع تكون نظيفه تجيبها لي. ما قلتلكش شيل الضفر، ما قلتلكش كسرها، بس انا عايزه حاجه زي دي. قال لي يا مدام انتي ما قلتليش، والمفروض كنتي بتنبهيني والمفروض بتقولي على الحاجه. قلت له طب انت كده شكلا التفاهم معاك مش هينفع، انا عايزه مدير المحل. فقالوا لي ده هو مش موجود، قدامه نص ساعه كده ويجي. قلت لهم لا عادي، انا اقعد استناه مفيش مشكله، بس انا عايزه احل القصه دي. انا مش فارقه معايا الكوارع ومش فارقه القصص دي خالص معايا. انا عادي، انا ممكن ارميها مفيش مشكله خالص. بس ما ينفعش ان هو يبعت لي كده وحتى ما بيعترفش بغلطته يعني، ما بيقولش انا غلطان. لا، ده هو مصمم ان هو صح وانا اللي غلط.
فأنا عايزة مدير المحل أعرف إيه نهاية القصة دي. المهم استنيت كده وجه مدير المحل، حكيت له القصة، قُلت له حصل 1، 2، 3 واللي ما اعرفش هو اسمه إيه بقى اللي بيبقى شغال الصبي بتاعه والّا مش عارفة اسمه إيه، ده بيقول لي كذا، كذا، أنت يرضيك اللي حصل ده؟ قال لي: "لأ يا مدام، لأ، لأ، لأ." ده سمع طبعًا القصة، بصراحة طلع راجل محترم جدًا، قال لي: "لأ، لأ، ده غلطان إزاي ومش إزاي، أنا هاشوف الموضوع دوّة." نادى عليه وكلمه وقال له بقى، قال له اللي حصل ما بيننا بالضبط. بصراحة الولد ما كدبش يعني. قال له: "لأ أنت غلطان، هو أنتِ دي شغلتك، أنت المفروض بتدّي لها الرجل سليمة على إن هي تاخدها يا دوب هتغسلها الغسلة بتاعتها النضيفة وتحطها في الحلة." قال له: "يا باشا ما أنا ما أعرفش وهي ما قالتليش وأنا كل واحد بييجي بيقول لي أنت لازم كسّرها لي." وساعات أمّا باكسّرها كبيرة بيقول له: "لأ كسّرها لي حتت صغيّرة." فهي ما قالتليش، ما نبّهتنيش لده. المهم بقى إيه، شدّوا مع بعض وصمِّم الراجل المدير دوّة إن هو يمشّي الولد. قُلت له: "لأ ما ينفعش، يعني أنا باشتكي لك عشان آخُد حقّي، بس ما ينفعش إن أنت تمشّيه وأنا أقطع عيش حد." واتحايلت بقى عليه وقُلت له: "لأ عشان خاطري خلاص إحنا يعني أنا مسامحاه وما فيش مشكلة خالص وخلّيه، بس شوفوا لي هو قصة الرجل دي." قال لي: "لأ، لأ، ده أنا هادّيكِ بقى رجل كويسة جدًا." جاب لي طبعًا دي اللي أنا وريتها لكم دي، متكسّرة ومتنضّفة، واحدة بقى جديدة خالص وخَد التانية، ما أعرفش بقى عمل فيها إيه الله أعلم، رماها ادّاها لحد الله أعلم. المهم ادّاني دي وأنا قُلت بقى أجيبها، قُلت لازم أعمل لكم فيديو عشان تعرفوا برضه إن الجزار بصراحة طلع معايا محترم جدًا، وادّاني رِجل بدل الرِجل اللي هي الصعبة أوي اللي أنتم شُفتوها دي، وهنعمل لكم بقى بيها أحلى فيديو، هاعمل لكم كوارع. إحنا مش هنعمل فتة بقى عشان إحنا عملنا فتة كتير باللحمة، هنعمل كوارع بالورق العنب، بجد هتعجبكم أوي، وتعالوا معايا نشوف خطوة بخطوة إحنا هنعمل إيه في الفيديو ده. بس أنا قُلت أعمل لكم الفيديو دوّة كده إيه تصبيرة عقبال ما نبدأ الفيديو بتاع الكوارع، و وإن شاء الله جربوا الكوارع بالورق العنب هيعجبكم أوي. وأنتم شُفتوا بقى النضافة بتاعة الكوارع اللي أنا جبتها دي تحفة بجد، يا دوب أنا هنا غسلتها بس بالدقيق، لسه بقى هاغسلها بقى بالملح والخل والليمون ورشة فلفل اسود كده حلوة. يلا بقى لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.